الله، مرحبا، أهلا وسهلا. كان يجب أن أعبر عن وجهة نظري وعن رأيي مثلكم جميعا، مثلما قرأت وسمعت ما كتب وما قيل بعد خروج المنتخب الجزائري أو إخفاق المنتخب الجزائري أقل من 17 سنة في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد خروجه في الدور ربع النهائي البارحة أمام المنتخب المغربي. التعليق والتحليل لا يستند أو لا يرتكز فقط على المباراة في حد ذاتها، لأنه على الورق وفنيا المنتخب المغربي كان يبدو أقوى. أنا ما شفت المباراة البارحة، ولكن كان يبدو لي من قبل، شفت مباراته الأولى، كان يبدو لي أقوى وأفضل من المنتخب الجزائري، وفوزه كان عادي وطبيعي، بالإضافة إلى ظروف أخرى ساهمت ممكن في إخفاق المنتخب الجزائري بسبب الضغوطات اللي كانت مفروضة على أولاد صغار عمرهم أقل من 17 سنة. أنا لا أريد أن يكون رد فعلي تطبعه المشاعر أو تغلبه المشاعر والعواطف، بقدر ما أريد أن أذكر وأستوقفكم وأتوقف معكم عند هذا الفشل المستمر والمتواصل والممتد على مدى أكثر من سنة ونصف، منذ احتلنا المركز ما قبل الأخير في نهائيات كأس أفريقيا في الكاميرون، إلى إخفاقنا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، إلى إخفاق منتخب المحليين في التتويج بلقب كأس أفريقيا للاعبين المحليين، إلى إخفاق منتخب أقل من 23 سنة من التأهل إلى النهائيات وإلى أولمبياد باريس، إلى إخفاق منتخب أقل من 20 سنة في التأهل إلى نهائيات كأس أفريقيا، إلى هذا الإخفاق الجديد في التأهل إلى نهائيات كأس العالم وبلوغ الدور النصف النهائي. مشكل أعمق بكثير مما نعتقد، مشكل أعمق بكثير من لاعبين وخيارات لاعبين ومدرب ومدير فني وحتى رئيس اتحاد. مشكل أعتقد من وجهة نظري يكمن في منظومة كروية وسياسية أيضا بعيدة تماما عن الاستثمار الفعلي في الكرة وفي الرياضة، قريبة جدا من الاستغلال. أي نعم، من زمان كانت السلطات العمومية تتدخل في توجيه الرأي العام وأعضاء الجمعية العمومية نحو مرشح من المرشحين، كانت توفق أحيانا وتخفق أحيانا أخرى. وأنا مع هذا، إن كان هذا الرئيس أو هذا المدرب أو هذا المسير أو هذا whatever المتعلق بالمرتبط بلعبة كرة القدم، إن كان يملك الكفاءة أو الشخصية أو البرنامج الذي يستحق أن نرافقه. ولكن يبدو أن الخيارات صارت تستند إلى أسس وقواعد ومعايير لا علاقة لها بالكرة ولا علاقة لها بالجدارة، وبعدين يتنصلوا الناس من مسؤولياتهم. هذا واحد. ثانيا، المشكل أعمق من رئيس اتحاد ومن مدرب ومن لاعبين ومن مديرية فنية، ليصل إلى أعتقد فكر وثقافة موجودة في الوسط الرياضي بالدرجة الأولى، سواء كان وسط إعلامي أو جماهيري أو حتى فني أو حتى إداري. هذا الوسط الذي يشجع ضمنيا الرداء، وفي نفس الوقت يدعو كله لكي يدعو عند الإخفاق إلى أن نكون نزهاء، ويدعو لكي نبحث عن الكفاءات لكي نضعها على رؤوس الأندية والمنتخبات والاتحادات. أقصد الاتحادات، كل الاتحاديات، مش فقط اتحادية كرة القدم. أعتقد بأن حان الوقت لكي نتوقف ونستوقف السلطات العمومية ونستوقف الإعلام والجماهير لكي نعيد النظر في الكثير من الميكانيزمات، لأنه الكل يتحدث عن الاحتراف ويتحدث عن التكوين ومدارس التكوين وأكاديميات التكوين، ونتحدث عن الالتزام بالقوانين ولكن بقينا نهتم فقط بالمنتخب الأول، خاصة منذ فوزنا بكأس أفريقيا 2019. أعتقد بأنه كان ذلك بمثابة شجرة غطت على غابة كبيرة جدا. اشتغلنا في الاستغلال وليس في الاستثمار، وركزنا على المنتخب الأول ونسينا المنتخبات الأخرى، ونسينا الاحتراف، ونسينا المنظومة الكروية والرياضية التي كان يجب أن نعيد النظر فيها من زمان. لذلك نحترم من يعبر عن رأيه، يتحدث عن المباراة أو عن المدرب أو عن اللاعبين، ولكن أدعوه لكي يذهب أبعد من ذلك ويتحدث عن منظومة أعتقد بأنها فشلت ويجب أن نعيد النظر فيها. عندما نتحدث عن منظومة مثل ما نتحدث عن نظام منظومة كرة القدم في الجزائر، صارت تعيسة إن كانت هناك منظومة. طبعا ضف إلى ذلك أنه ضيعنا وقت وضيعنا كثير من المكاسب كنا حققناها، لأن الكرة اليوم الحديثة لا تلعب فقط فوق ميادين كرة القدم، وشفنا كيف تلعب المنافسات والمباريات خارج المنظومة الكروية البحتة والفنية، تلعب إداريا وتلعب في أروقة أخرى بعيدا عن المدرجات وبعيدا عن الملاعب.
وحتى بعيدا عن أروقة الاتحادات القارية، الاتحاد القاري وكذلك الاتحاد الدولي. أريد أن أقول الكثير من الأشياء، لكن نخاف، مش نخاف، أتردد في أنه نجرح بعض الأطراف، ولو أنه الذي يحدث يستفزنا جميعا، لأنه الفكر اللي صار موجود غريب شوية علينا. كنا نتحدث في وقت ما عن التقديس، كنا نتحدث في وقت ما عن التأليه، كنا نتحدث في وقت ما عن شخص أو فريق أو مدرب أو نادي أو رئيس اتحاد لا يمس لاعتبارات لا علاقة لها بالجانب الفني، لاعتبارات خاصة جدا. أنا من خلال هذا الفيديو حبيت ندق ناقوس الخطر، وندعو كل واحد إلى أنه يتحمل مسؤوليته في موقعه، لأن الإخفاقات تكررت، والإخفاقات هذه قد تتكرر وقد تتزايد إذا لم نستدرك الأمر. وأدعوكم كذلك وأدعو نفسي إلى عدم التركيز على لاعبين أقل من 17 سنة، ولا على مدربهم، ولا على المديرية الفنية مهما كان اسمها، لأنه نفتقد إلى مشروع. عندما تفتقد إلى مشروع كروي لا يمكنك أن تذهب بعيدا. عندما تشتغل من أجل اليوم أو من أجل الغد فقط، عندما أقول الغد أقول غدا الجمعة، فهذا أيضا لا يوصلك إلى أشياء كثيرة جدا. نحتاج إلى مشروع، نحتاج إلى فلسفة، إلى رؤية، إلى إمكانيات، إلى خطة، الإمكانيات لتنفيذ هذه الخطة، وإلى خطة بعيدة المدى في مجال حيوي جدا، وفي لعبة وفي كرة القدم التي لم تعد للأسف الشديد أو لحسن الحظ لم تعد مجرد لعبة، وشفنا كيف صارت الآن عندها قيمتها وأهميتها الكبرى عند الكبار وعند الصغار. السلام عليكم.